حمزة كما قلت لك ممكن الوزارة اليوم تاخذ نسبة كبيرة من إعادة معناها صيانة الملاعب والأرضيات والكل عن طريق المندوبيات. كل ملعب معناها يرجع لأي مندوبية بالنظر، لكن في الأخير ما عندها حتى سلطة على الملعب هذا اللي يرجع الوزارة الداخلية، وخلينا نقولوا بالأحرى البلديات معناها باش نعطوا كل واحد حقه. الاشكال اليوم اللي صاير في اونيفو نتاع البلديات من ناحيه، ومن ناحيه اخرى في التنسيق بينهم، لانه المفروض لو كانت الناس اللي موجوده من ذوي الاختصاص كانوا يعرفوا انه فما توقيت تنجم تغير فيه الارضيه نتاع الملعب. باش يقول لي فتره صيفيه وارضيه وما ارضيه ما تنجم. انا عشت تجربه معناها تقريبا كبيره في السعوديه، تقريبا 12 سنه، ونشوف الملاعب كل عام والصيانه بتاعت. راهو حمزه صدقني صحيح انه فارق الامكانيات، لكن في السعوديه في 5 ايام تتغير الارضيه. راهو يوقفون مثال على الملعب على مزاوله التمرين فيه والا المباريات لمده 5 ايام، في 5 ايام تلقى ارضيه اخرى تجدد وتحطت وتعملت والكل. هنا اللي يرجع للاراده. بكري كنت باش نتفاعل مع سي بن ابراهيم سي منجي، خاطر ممكن كصاحب مثلا ملاعب وكذا والكل كان ينجم هو اكثر واحد ينجم يجاوبنا في النقطه هذه، لانه وقت اللي تعمل دراسه بسيطه بين الملاعب الخاصه كما ملاعب سيمونجي والا الملاعب اللي موجوده في حمام بورقيبه في سوسه، وتشوف الملاعب اللي ترجع بالنظر للدوله، تلقى فرق كبير في الارضيات. بالتالي الفرق يرجع لشنو؟ يرجع للصيانه اللي موجوده والصيانه الدوريه اللي، ويعرف انه الملعب نتاعو كما تفضل سيمونجي وقال انه الملعب ما يلزموش يتجاوز 14 ساعه في الاسبوع، في مقابل انه الملاعب الثانيه معناها يتجاوز لك تقريبا 30 ساعه في الاسبوع. واكيد انه باش هذا اللي يفرق بين القطاع الخاص والقطاع العام. طريقه الصيانه راي مهمه ومهمه جدا. لان مثال بلاي جست كلمه تو سيمونجي معناتها قبل قال 17 ساعه يلزم معناتها الملعب يتحمل. اسكو ملعب رادس يهز مثال تو في 17 ساعه؟ لا فما في رادس هي فما مباراه تلعب مثال مباراه تلعب نهار السبت ومباراه تلعب نهار الاحد، مينيموم معناتها نقولوا 6 سوايع ولا يا خويا 8 سوايع. فهمت؟ اليوم ملعب رادس معناتها ما فيه صيانه نتصوروا. فهمت على ذاك الملعب يوصل للحكايه هذه. حمزه اكثر الملاعب مرتاحه هو ملعب رادس، معناها يلعب فيه فريقين، النادي الافريقي والترجي الرياضي والا المنتخب الوطني. معناها اكثر الملاعب ما فماش شارج كبير. كي نشوفوا فيصل الارضيه معناها ترقت والعشب نقعدوا باهتين. هو الخطا من اول، خطا في الموقع من اول، لانه نعرفوا الموقع نتاعو جاء على سبخه وتاثيراتها والكل. لكن اللي انت الخطا صار اليوم قاعدين في مرحله ثانيه كيفاش نتجاوزوا هالخطا وهالاشكاليات. ما تنجم تكون الا عن طريق الصيانه. الصيانه غير موجوده، الصيانه الناس اللي موجوده ترجع بالنظر البلديات. وكما تفضلت حمزه وقلت اخي تحط لي موظف في بلديه مع احترامي لهم الكل يخلص في 400 دينار اخي، هو مختص في العشب مختص في الارضيات. خويا بايرم ساعه نشوفوا من معناها ربي يعينهم هما اعوان البلديه، يسيب لك كاوتشو نتاع ماء يسقي ويمشي ياكل كسكروت ويقعد ويدور وكل شيء. راهو فما كميه نتاع ماء يلزم العشب ياخوها معناها. فهمت؟ اكزاكتومون. فما هذا اذا باش نجيو نحكيو حمزه على الجانب نتاع الملاعب ونتاع التقسيم. راهو دور الوزاره راهو اليوم اذا دعمت في هالملاعب وما خذتش الصلوعيه راهي دعمت حتى في المنتخبات. وتلقى اليوم انه تقريبا 40% من لي سالير نتاع لي زونترينور ناسيونو تتكفل بها وزاره الرياضه، في مقابل انه ما عندها حتى سلطه على حتى مدرب وطني في اي فئه من الفئات، وما عندها حتى تدخل حتى في اختيار اللاعبين. راي هنا المشاكل والطامه الكبرى. علاش؟ لانه المفروض انه في الوزاره تكون فما مثلا خليه مكلفه بمتابعه مثال اللاعبين هذوما بالاختيارات. اليوم الوزاره كي تجيها القائمه نتاع اي فئه من فئات المنتخب تصادق عليها وتتعدى، ما فماش نقاش عليها، لانه ما فماش الفني اللي نجم يناقش القرار هذا وهذا الملاعب فيه متابعه، هذا يصلح وهذا ما يصلحش. بالتالي هذه من جمله الاخطاء. نرجعوا هي مش اخطاء، هو هي معناها اراده، باعتباره انه الجامعه تقول لك ما تدخلش في سلطه القرار نتاعي، انا بيني وبينك معامله ماليه تمولني وتراقبني فقط، الجانب الفني ما تدخلش فيه.
وتحت تيعلة الاستقلاليه وعدم دخل السياسه في الرياضه وما شابه ذلك من التعليلات. اليوم المشكل المطروح مشكله مثلا المنتخب اللي موجود في برج السدريه ومركز برج السدريه والبوليميك اللي عملها مركز برج السدريه مع الظروف اللي موجوده للاعبي النخبه. بالتالي الوزاره اليوم هنا في مركز برج السدريه تمول ولا ما تمولش، تدفع ولا ما تدفعش، كي تجاه القائمه نتاع اللاعبين هذيك على اي اساس انت تمت المصادقه على قائمه اللاعبين هذوما؟ هل فيهم متابعه فنيه والا لا؟ المفروض انت وزاره الاشراف اي ما جيتش نفرض عليك، لكن علاش قلنا هنا القوانين يلزمها تتغير، الاراده يلزمها تتغير، التنسيق لازم يكون اكثر بين الوزارات من ناحيه وبين وزاره الاشراف اللي هي وزاره الرياضه. انت اسمك وزاره الرياضه، اليوم وزاره الرياضه تعمل في كل شيء فهمني، لكن بدون فاعليه. اي تشرف لي على الرياضيين، تشرف لي على النخبه، وين هالنتائج نتاع النخبه هذه؟ وين صرفك على لاعبي النخبه؟ هذا اجي اعطيني مقعتيت حاسبني. المحاسبه والتقييم شكون اللي يقوم به؟ المفروض الناس الفنيه اللي تنجم تفهم. اليوم المحاسبه تدخل تحت طائله يقول لك التدخل في الشؤون الداخليه للجامعه. المشكل نتاعي وسيرتو في الوضعيه الحاليه والعلاقه الحاليه الموجوده ماك تعرف، مش لازم نحكي لك انا ما تعرف الوضع. نزيدك اقوى واقع الكره نتاعنا، واقع الكره نتاعنا والبنيه التحتيه والملاعب هو جزء من الواقع نتاع الكره نتاعنا. اذا سلطه الاشراف الوزاره واذا الجامعه ما فماش كورديناسيون، ما فماش تنسيق، وفما جدل عقيم ما بيناتهم، شكون اللي يمسك بزمام الامور في تونس بالرياضه؟ زوز متخاصمين، كيفاش باش تستنى انت فما نتائج؟ ما ترجعش بالمتابعه ولا بالملك لا لهذا ولا لهذا يا سيدي. يعني باش ناكد لك حاجه، ما فماش بالحق رغبه صادقه في الاصلاح، راهو على النطاق الرياضي والفني والبنيه التحتيه ما فماش رغبه صادقه. اذا ما يتلموش الناس الكل كما قال خويا حمزه، معناها اجا نجلسوا برجوليه في بيرو ونحكيوا على واقع الكره ونصلحوا. كان نحبوا تونس بالحق اجا نصلحوا، اما مش انا متغشش على رئيس الجامعه ورئيس الجامعه متغشش على نبعد بيك لبعيد شويه. معناتها الاحداث اللي قاعده تصير والشغب في الملعب، قدم مره الجامعه والوزاره والسلطات الاشراف الكل تقعد وتعمل قاعده وكيفاش باش يتجنبوا الاعمال الشغب في الملعب. خرجنا بهم حاجه؟ ما خرجناش. باش نحكي لك حاجه حمزه. تو بالنسبه للملاعب هذيا واللي صاير، الملاعب المفروض كانت قبل بدعم منين؟ من البروموسبور. كانت البروموسبور هي المساهم الاكبر في تحسين الارضيات وفي الصرف على الجمعيات وعلى المنشآت. وقت اللي تراجعت البروموسبور في ظل ظهور معناها الشركات الجديده نتاع الرهان الرياضي وتراجعت مداخيل البروموسبور، تراجعت آليا معناها الصرف على الارضيات هذه وعلى الملاعب. اليوم الشركات هذه فيهم شركه معناها اللي عملت زاده بوليميك الفتره اللي فاتت. انا كنت معناها نعرف حتى مالكها وتكلمنا وكل معناها في الفتره الاخيره. السيد اليوم انت معناها وقعت محاسبته ودخل معناها للايقاف ودخل كذا وفي بحث امني وفي معناها باش واحد ما يدخلش في قضيه منظوره امام القضاء. لكن باش نقول لك كلمه، السيد جاء للوزاره قبل ما يبدا معناها تصير هالبوليميك هذه الكل، قال لك انا الرخص نتاعي الباتونت نتاعي اموري معلق بعضها كل شيء واضح. اليوم الفيزافي نتاعي انت، انا اليوم مستعد نعطي 60 مليار كل عام للوزاره لفائده هالمنشات هذه باش تطور من هالمنشات. تعرف معنى 60 مليار يا حمزه كل عام؟ تعرف معنى الشركات هذيا؟ الشركات هذه ما تنجمش توقف اذا ما شديتها في العادي، ما تنجمش توقفها في النوار. وانت اعطيتها معناها اعطيتها الرخص في بادره اول، انت اللي اعطيت الرخص. والشركات هذه تدفع في الاداءات في القباضه نتاعها. الشركات هذه فيها الاف العائلات اللي تخدم، واللي ما دخلش في الرهان الرياضي في شركه تونسيه باش يدخلها في شركات اجنبيه لبرا، باش نكونوا واضحين. وشيء هذا مشى معنا مع مر التاريخ اللي دخل في ثقافتنا. اليوم ولت فما اتكاليه حتى من الشباب للربح السهل انه يدخل في الشركات هذه نتاع الرهان الرياضي. بالتالي الشركات هذه حلت لك ازمه كبيره في جانب التشغيل من ناحيه. اما البروموسبور زاد ما ينساش فضل البروموسبور قبل معناتها. فضل البروموسبور عاون برشا اليوم معناتها. هذوم يعتبروا معناتها، انا مانيش باش ندخل في الديتاي، لكن معناتها شركات موازيه
شركات موازيه يا حمزه، هي شركه موازيه ونحن قلنا فضل البروموتور في المنشات. نعرفوا لي باترونت نتاعهم كيفاش معناتها، راهو لي باترونت ما تعطاش كشركه معناتها ممكن المتر يعرف، فهمت معناتها ممكن تسميه اخرى. اي تحت تسميه اخرى مش لكن يا حمزه انا نحكي اليوم كما نعطيك حاجه ابعد. قال لي باش يعاون البلاد، مرحبا به. قال لي باش يعاون البلاد، برومو سبور باش تعاون تجي البرومو سبور تقول لك انا باش نعاون الميادين، مرحبا. تجي الشركات هذه تقول لك انا باش نعاون الميادين، مرحبا. تجي قال لي باش يعاون خويا حتى مش قانوني، نعملوا له قانون ويدخل. نحن راهو المهم اي واحد يجي الاهم هو مصلحه. احنا دوله قانون صحيح، دوله قانون صحيح، معناتها ما يجيش واحد هكا معناتها بنشاط موازي اليوم باش يعاون، معناتها خاطر احنا حتى احنا ما نجموش نقبلوها الحكايه دي. يجي اعمل له قانون، اعطيه اداءات، معناتها افرض عليه انه مبلغ معناتها مادي معناتها محترم ينجم يدفع وينجم يعاون به الرياضه التونسيه. راهو الرياضه التونسيه راهي ماشيه في الحضيض. راهو اليوم رؤساء معناتها شكون اكزومبل. تو البارح حكينا على حمدي المدب معناتها في طريقه لمغادره الترجي الرياضي التونسي. اليوم حب ولا نكره شكون باش يشد بلاصه حمدي المدب؟ شكون باش ينجم يجي يقول لك انا باش نحط الفلوس اللي يحط فيها حمدي المدب؟ ما ينجم حتى حد، ما ينجم حتى اليوم شكون مثال اكزومبل؟ النادي الافريقي صار لها، اما الناس ما تعوضش. النادي الافريقي صار لها اليوم كما شفناش معناتها نحبوا ولا نكروا زاد اولاد النادي يوسف العلمي والاولاد اللي معاه والشبان اللي يحبوا النادي عباد ما همش زاد معناتها كلي معناتها ماديا ما همش كلي لاباس